السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وكويسين. النهاردة نزلنا السوق وجبنا ايه شوية خضار كده ايه حلوين عشان نعمل النهاردة ايه محشي مشكل. هيعجبكم ان شاء الله، وهنشوف التغذية بتاعته وهنشوف الطريقة بتاعته سهلة بسيطة ازاي. وهنعمل معاه ايه؟ هنعمل معاه فراخ. طبعا الفراخ دي وراك، انا بجيب الفراخ على بعضها وبعملها ايه البانيه لوحده والوراك لوحدها والجناحات والرقاب لوحديهم. متفقين؟ عشان هتلاقي كل الاكل بتاعي فيه ايه وراك. اللهم صل على سيدنا محمد. بص شايفين الكوسه جميله ازاي وطازه وخضره وجميله. دي ايه نزلنا جبناها بدك، ما كانش فيه اصغر من كده عند الراجل، بس انا ايه نقيت، حاولت ان انا انقي اصغر حاجه. ونزلت انا وولادي كده ايه نزلنا نسويها شويه. جبت طماطم وفلفل وهنحمر الفراخ الاول وهنضرب الطماطم وهنعمل التسبيكه مع بعض. قبل ما نبدا نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ندعو امواتنا بالرحمه، ربنا يرحمكم لامواتنا واموات المسلمين جميعا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه هنسمي الله. هنبدأ الأول نعمل الفراخ عشان عايزين منها شوربة حلوة. عقبال ما الفراخ تستوي يكون أنا ايه خلصت المحشي وخدت منها شوية مرقة حلوين. طبعا المحشي بمرقة الفراخ بيبقى جميل وطعمه لذيذ جدا وطعمه تحفة، غير لما تعمليه بالمية. المية ده مغلية لوحدها تحط عليها مرقة غير مية الشوربة اللي هي الطبيعية. وانت بدك اللي عندك اللي متوفر عندك اعملي بيه. انا اسيب بس ايه الفراخ كده تتحمر وهعمل تغذية بتاعة المحشي. انا مسرعه معاكم فيديو شويه عشان الفيديو كان طويل، قلت ايه عشان اكسب وقت معاكم محدش ايه يزهق. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا طبعا شغاله على الفراخ تتحمر وتتشوح زي كل مره بعملها. بعمل لحمه، بعمل فراخ، بعمل بط، لازم اشوحه الاول وننزل معاه طماطمايه وبصلايه. ننكه بقى ايه ورق اللورة وننكه اكلنا كده ونظبط الدنيا ايه واحده واحده وبالراحه. طبعا محشي الكوسه والفلفل ده مبياخدش معاكي وقت، هو بس تقويره ويتحشى في دقيقة. تقوير البتنجان والفلفل يتحشى ايه معاكي على طول بالسريع. كان يعني نفسهم في كرنب، بس انا ايه اليومين دول تعبانة مش قادرة اعمل لهم كرنب، ورحت عملت لهم ايه حاجة سريعة وسهلة ايه معاهم. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا دوسوا بقى لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد، اذا كان على الفيسبوك طبخة سهلة مع شيماء، اذا كان على اليوتيوب مطبخ ام كريم. اهم حاجه تفعلي الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو انا بنزله جديد. ماشي. طبعا بصلايه بدوبها، مش عايزاها ايه تحمر جامد، دي بس ايه تقريبا حلوه كده تصفر معانا. بس بعد كده ننزل عليها ايه الطماطم بتاعتنا. طماطم مغسوله وحطيناها في خلاط وحطينا معاها كيس صلصه عشان ايه دي طبعا بصلايه عشان الشوربه. حطيت ورق لورا بس تتشوح بس ايه تاخد لون كده حلو. حطيت طماطمايه كمان كده ينكه معاك الشوربه بتاعه الطماطم دي. طبعا الكبده سايباها لسه ما شوحتهاش. الكبده ما تشوحهاش مع الفراخ. الكبده تحطيها انا ما تحطش الميه. نزلنا الميه كده. طبعا البصلايه شغاله، نزل بقى الكبده دلوقتي وهزودك شويه ميه عليها كمان عشان ايه هناخد منها حبه شوربه حلوين للاكل، وكمان هنشرب منها شوربه مع الاكل. بس لو زودت شويه ميه بس عشان خاطر البصله ما تتحرقش مني، عشان تطرى كده وتدوب وتنزل طعمها في البق الميه اللي انا نزلته ده. ماشي. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انا ضربت الطماطم في الخلاط ونزل بس شويه الشوربه. شايفين شوربتها جميله ازاي؟ يعني الطماطم مع البصلايه دي التخديعه بتاعه المحشي. هتحطي ني في ني، قطعي طماطم وقطعي بصل وقطعي خضره وحطي كله على بعضه وايه وحشي على طول. ده ني في ني. ماشي. هظبط انا ملح بقى الطماطم والتسبيكه بتاعه المحشي وشطه وكمون، مش اكتر من كده.
ملح وشطه وكمون عشان خاطر الحاجه تبقى ليها ايه طعم. دي بس بهارات انا بحب احطها في المحشي. اي بهارات تانية زيادة بتخلي المحشي ايه رز بتبقى شارب تتبيله وشارب توابل كتير قوي. ما بحبش انا ايه طعم المحشي يبقى طعمه قوي قوي كده. سيبه بقى يتسبك على مهله ونرجع بقى للخضار بتاعنا ونشوف البتنجان والكوسه والفلفل اللي احنا عملناهم. احنا فكينا الفلفل من العرق بتاعه. ودلوقتي هوريكم ان انا هعمل البتنجان وهنعمل الكوسه نقورهم بأسهل طريقه وما يخرمش منك ومعاكي المقوار بتاعك ما يبقاش حامي. ومعانا خضرة المحشي ب3 جنيه. دول خضرة محشي جبتهم ب3 جنيه. ماشي. احنا جبنا قد ايه كمية نص فلفل ونص كوسة ونص ايه بتنجان. كل حاجة منها نص. نمسك كده البتنجان نشيل الراس بتاعته وندعكه بقى ايه بكف ايديا كده ندوس عليه عشان يطرى قلبه من جوه. البتنجان بس اللي هيتعمل فيه كده لكن الكوسة لا. بتنجان يدوس عليه بكف ايديكي عشان يطرى. تيجي تفتحيها وتطلعي قلبه يطلع معاكي باسهل بطريقه سهله جدا ما ياخدش معاكي وقت خالص ولا يتخرم. لكن هتطلعي هو ناشف هيتخرم منك وهيفرقع منك كمان من ايه من مطرح الحيضات بتاعته. تمسكي بتنجانيه وكف ايديكي وتدعكي كده في الرخام هتلاقي تطرى معاكي من قدام ومن ورا وكل حاجه هتبقى طريه. دعكي كده ايه البتنجانيه بحيث ان هي تبقى ايه طريه معاكي بالمقوار بقى. طلعها كده وشيل. لما تجيبي مقوار ما تجيبيش مقوار البوز بتاعه حامي. لو بوز المقوار حامي هيفرقع معاكي بالبتنجانيه او الكوسايه من جوه. تضطري كده ايه بكف ايدك وتدوسي عليها هتطرى معاكي وتطلع معاكي زي الفل وهتطلع معاكي بكل سهوله. القلب كله هيطلع معاكي في دوسه واحده. بصي القلب هيطلع معايا ازاي كله. وتنضفي وتعملي كده يمين وشمال تطلع معاكي سهله وبسيطه. تخشي بقى على الكوسه. انا بس بوريكي بس انا بقور ازاي. بعد كده هطفي معاكي وايه اخلص كل الكميه اللي معايا دي واشطفها ونخش بقى ايه على الحشو. نعور بقى الكوسه زي ما قلت لكم كده بالراحه طالما المقوار معاكي مش سن ومش حامي مش هياخد معاكي ايه يعني ما بوظلكيش الحاجه ولا تخرم معاكي ولا تعمل معاكي ايه خرام في الكوسه او البتنجان. معانا كيلو الا ربع رز. كيلو الا ربع رز. نزل بقى التسبيكه نسبكناها نشيل منها شويه كده ايه ننزلهم كلهم. قلبي. طبعا الرز محطناش ليه ملح ولا اي حاجه حطينا للتسبيكه بس. نقلب بس كده قبل ما اقطع الخضره. انا قطعت نصها ونصها بقطعه تاني. هنزل بدات الخضره كلها لسه ايه هقطع حبه كمان تانيين عشان نحطهم كلهم مع بعض. نقلب تقريبا كلها على بعضها. صليتوا بينا على النبي قول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تقولوا ايه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اي حاجه تعمليها حتى لو بتعملي طبق فول وحته جبنه قديمه هتقولي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحاجه تقعد معاكي والكافي والزيت. تقولي انت ايه ده كميه حبه دول صغيرين مش هيكفونا ولا انا ولا عيالي. والله العظيم الاكل ده بقى منه تاني يوم. احط بقى شطه وكمون وحبه زيت صغيرين عشان نخلي الفلفل مع الرزايه معانا مفلفله زي ما انت شايفه كده. حبه زيت صغيرين. انا زودت الشطه عشان بنحبه ايه حامي. يعني بقى الخلطه دي كلها مع بعض كده. طبعا مسرعه الفيديو شويه عشان الفيديو كان طويل. انا مسرعه لكم الفيديو شويه. طبعا هخلي بنتي تقعد تساعدني وهنجيب لتر خلطه كتيره على اللي انا ايه الكميه اللي انا جايباها. لقيت عندي شويه ورق عنب في التلاجة. شويه ورق عنب في التلاجة هعمل بيهم ايه هجيبهم عشان ازود بيهم بقى ايه الكميه اللي عندي. انا بس هوريكم الكوسه وانا بحشيها نصها بس اللي هحشيه نصها. تحشي نصها كل ده هيترفع معاكي في النار. انا هخلص معاكم الكوسه وادي بقى ايه
بنتي تقعد بقى تساعد معايا، تقعد تعمل معايا غسلت ايديها كويس قوي، وهتحشيلي الفلفل وهتحشيلي بتنجان. انا بس هحشيلكوا الكوسه بوريها لكم بس وانا شغاله فيها كده بايدك كده، ودخلي هديها بقى شويه خلطه من عندي. لا خدي بقى ايه، احشي بقى البتنجان واحشي الفلفل، تحشيهم هي وتخلصهم في الحله. وانا هكون ايه الحبه دول، هجيب ورق العنب اللي كان في التلاجة متفرز عندي بقاله ايه فتره من الصيف، كام شهر، من شهر كده، شهر ونص. طلعته حطيته في ميه فك شويه، هلف بيضك واحشيه، نلف كده ونكوره بالراحه عشان خاطر ايه نعمل بيضك حبه ورق عنب، عشان الرز ده حاسه ان هو كتير على الكميه اللي انا هعملها. هي عقبال ما تخلص الحبه اللي عندها، لو احتاجت رز هديها من عندي، ما احتاجتش يبقى ايه انا هعمل بقى ورق العنب لحد ما يخلص معايا كميه الرز اللي عندي. وهي احتاجت فعلا مني حبه، وهوريكم بعد ما خلصته هزقيه ازاي. وانا هحطه في الفرن، مش هحطه على البوتاجاز، هعمله في طاجن وهحطه فين في الفرن. كده بطأت لكم شويه الفيديو عشان تشوفوا انا بحشي بس ازاي. اوكي، طبقي كده يمين في شمال، وتقفلي على الرزايه، وتعملي ايه كوريها صغيره خالص كده، تعملي ورقيه صغيره، متعمليش ورقيه كبيره. ماشي، حطي كده حبه صغيرين خالص في ورقه، وتطبقي يمين وشمال، تطبقي كده وتقفلي على الرزايه من جوه لحد ما اخلص كل الكميه اللي انا بعملها دي. وايه مش تاخد معاكي وقت، هي طبعا بنتي بتساعدني في الفلفل والبتنجان، وانا هي تنجزهم معايا ونخلص. وايه مش هاخد معاكي وقت، يبقى انت ايد على ايد بتساعد. وبعدين ايد على ايد بتساعد، تعلمي عيالك ان هم يساعدوكي ويعملوا معاكي في البيت حاجه بسيطه، مش تخليهم يعني ايه تعذبوا يعني. دي هتحط بس الاكل جوه الحشوه خلاص، وانا معلماها تعملها ازاي وتظبطها ازاي لحد علامه معلمها لها ايه في الاكل اللي هتعمله ازاي، زي ما انت شايفين. نلفها كده، انا بقى ايه هعمل حبه حبه لحد ما اخلص كل الكميه اللي انا عاملاها دي. وهوريهالكوا ازاي بعد ما اخلصها في الطاجن ده. هندخلها الفرن مع بعض زي ما احنا كده ايه ماشيين. ساعتلكوا الفيديو شويه عشان وقتكم، وهخلص كل الكميه دي وهوريكم انا ايه بسقيها وبعملها. هنجيب بقى طبعا الشوربه ظبطت ملحها، وادي الفلفل اللي عملناه، وادي ورق العنب، وادي الكوسه، وادي البتنجان، طبعا كله في حله واحده زي ما انت شايفه كده. هننزل بقى كل شوربه الفراخ، وتبقى اطعم كتير من المرقه بتاعت اللي هي المكعبات دي. الشوربه تبقى اطعم كتير. طبعا حطيت الشوربه شويه من تحت خالص الارضيه، طبعا الفلفل بينزل ميه، والكوسه بتنزل ميه، والبتنجان بينزل ميه، كلهم في حله واحده ايه يبقى محشي مشكل. ودي نغطي بقى الحله واحطها في الفرن. زيت شويه ايه، ودي كده بعد ما طلعت البتنجان من الحله هحطه في الفرن ياخد لسعه كده، بس ايه زي تحميصه كده من على الشوايه. ودي ورق عنب طلعته، بص الجمال، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بس مستوي ولا مفرقع ولا مطلع كب بره الرز ولا اي حاجه، زي ما رصيته وطلعته. شربته مظبوطه، ما تخليش ورق العنب الميه فيه والشوربه فيه كتير. وادي البتنجان بعد ما حطيته على الشوايه خد لسوعه كده، نحب ايه احطه بقى على الشوايه ياخد لسوعه كده. وادي الفراخ حمرتها بالفيجيتار، وادي محشي ورق العنب. وكده غدانا كده سهل وبسيط. اشوفكم على خير فيديو جديد، يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو انزله جديد. يلا شو ايه
بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحاجة بصي هي على قد ما تشوفي ان هي صغيرة كمية بسيطة، لكن كفت وزادت معانا. يعني اشوفكم على خير. السلام ورحمة الله وبركاته.